سمعوا مزيان، هذا واحد الخبر مخيف ومضحك في نفس الوقت، ولكن قبل ما نهضر عليه ضروري تبارطاجيو هذا الفيديو. هذا وزير من الحكومة ديال بنغلاديش كيعرض على المغرب ديال العاملة ديال بنغلاديش باش تجي تخدم في المغرب لسد الخصاص ديال اليد العاملة في المغرب. يعني أي واحد ماشي مغربي غيقول واو هادي بلاد الفرص، غنخليو بلاد ديالنا ونجيو هنايا. ولكن علاش هو خبر مضحك؟ حيت حنا المغاربة عارفين بلادنا وعارفين شنو فيها. يعني فيها واحد الخصاص كبير ديال الوظائف، وحتى الا كان شي وظائف راه كيكون الصالير ديالها شويه هابط. هادشي علاش المغاربه بحال مثلا الكابلاج في طنجه ولا هادي ما بقاوش المغاربه باغي يمشيو يخدموا فيها، مع فيها تماره وفيها ساعات بزاف وخلاص شويه. وحتى في الفلاحه، الفلاحه فيها تماره بزاف ولكن خلاص ما كيخلصوش بزاف. ولكن علاش الخبر مخيف؟ ما كتشوفوش مرة دابا في لي جورنو انترناسيونال ولا في القنوات الدولية كيهضروا على الخصاص ديال اليد العاملة الفلاحية في المغرب؟ علاش؟ مع كان عندنا واحد العام تبارك الله الحمد لله ونشكروا على هاد الشيء اللي كانت عندنا، يعني ولا عندنا واحد المحصول كبير وخاص يعني عمال، يعني خاص فلاحة ولا عمال كيخدموا في القطاع الزراعي باش يخدموا فيه. ولكن علاش ما لقاوش؟ ما كيخلصوش مزيان. ايماجين القطاع ديال الفلاحة ما فيهش، ما معليش الضرائب، يعني كيربحوا بزاف كيربحوا مزيان، وما كيبغيوش يخلصوا الفلاحه ولا الناس اللي كيخدموا في هذا القطاع. ولا القطاع ديال الكابلاج اللي فيه فلوس هو بزاف، الشركات اللي خدامين في هذا السيكتور كيربحوا يعني كيربحوا فلوس بزاف. القطاع ديال الاوتوموبيل اون جينيرال فيه فلوس، ولكن ما باغينش يخلصوا العمال مزيان. هادشي علاش المغاربه ما غيمشيش يخدم لك هو بزاف ديال السوايع وتماره ونهار كامل هو واقف وفيه الصالير قليل. انا في الفيديوهات اللي كنتو كتشوفوا ديما كندافع على المغرب وندافع على الدوله وندافع بلادي نورمال. اي واحد خصو يدافع تاني على بلادو، ولكن راه الحق راه كنقولوا زعما الحق راه خصو يتقال. كاين واحد المشكل غيوقع وخص المغاربه ينتبهوا ليه، هي ان الطبقه الراسماليه اللي في المغرب اللي عندهم الشركات وشادين الاقتصاد باغيين يربحوا بزاف على ظهر المواطن. وهذه شي حاجه زعما واضحه للعيان. كيفاش؟ انهم ما يخلصوش مزيان. ونزيدك راه المغرب راه واحد الدوله راه ما كيخلصوش فيها الضرائب بزاف، والناس خدامين في النوار بزاف، وهما باغيين يربحوا من جميع الجهات. اون بليس بلاصه مثلا ما يخلصوا المواطن يعطيو واحد الصالير مزيان ما باغينش يديروها. والمواطن بيان سور ما يمشيش يخدم لك بالسميك ديال المغرب، ما غيحلش لك بيت، ما غيكونش لك عائله بيان سور. هادشي علاش بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يمشيو يخدموا في ما كيبغيوش يخدموا بواحد الصاليرات اللي ناقصين بزاف. دابا اش ولاو كيديروا؟ ولاو كيستغلوا ولاو كيخدموا المهاجرين ديال جنوب الصحراء. انا اخر مره مشيت للمغرب ومشيت مثلا كنمشي على ريستو كنلقى خدامين فيها غير الافارقه جنوب الصحراء، والمغاربه فينا هما. وهادشي غير اللي باين في القطاع الفلاحي كيخدموا بزاف ديال الافارقه، وعاد دابا غنزيدوا عليهم الناس ديال بنغلاديش، صافي كملاس.